للصمت الدولي عندما اتخذت أوروبا وأمريكا قرارا بعدم دعم قوات المقاومة الوطنية والجيش الحر في سوريا بحجة أن سوريا يمكن أن تسقط بيد الإرهابيين. يعني هذا التنسيق بين روسيا والمنظمات الإرهابية يعني كيف تصفه، وما هو تأثير الحصار الإجرامي اللي تستكمله داعش على حلب؟ باتت هذه اللعبة مكشوفة للجميع على المستوى الدولي، وهناك تحقيقات ووثائق صدرت من أمريكا ومن منظمات ودراسات، مراكز دراسات كبرى، أن داعش المجرمة داعميها الأساسيين وخطها المفتوح هو إيران والنظام المجرم، سواء ما حدث في العراق عندما حاولوا القضاء على الثورة العراقية من خلال المالكي عندما فتح الباب لداعش المجرمة من أجل القضاء على الثورة العراقية، وأيضا نظام بشار المجرم الذي فتح السجون لإخراج هؤلاء من مخابئهم المظلمة للقضاء على الثورة السورية. الجميع يعلم أن داعش هي تنسق بشكل كامل مع النظام المجرم ومع إيران ومع روسيا للقضاء على الثورة السورية، ومن أجل أيضا حرق مسار الثورة السورية وإلغائها وإنهائها. لكن الشعب السوري فهم هذه اللعبة وأعلن أنه هو من سيقاتل ويقضي على الإرهاب المجرم برأيته السوداء، وهو من سيقاتل ويقضي أيضا على نظام بشار الأسد الطاغية المستبد، قاتل الحريات وقامع الحريات وقاتل الأطفال. شكرا سيادة النغي. طبعا يداهمنا الوقت، خاصة أن هناك لدينا ضيف آخر من العراق الشقيق. كما تعرف الساحة العراقية تشهد متغيرات متسارعة، وهي سوف تؤثر بالتأكيد على الوضع في سوريا والأحواز ومناطق أخرى. ولكن قبل أن ننهي هذا اللقاء المثمر والهام مع سعادتك، هل هناك من كلمة توجه لأهلنا في سوريا أولا وإلى أمتنا العربية بهذه الأيام العصيبة، خاصة وأننا نشاهد أن دول أوروبية وشعوب وجاليات عربية في دول أوروبية تنتفض وتنتخي لأهلنا في حلب وسوريا، ولكن هناك صمت قاتل في القاهرة وأخرى في الجزيرة وأخرى في دول الخليج العربي، لا يتحرك ساكنا في الشارع. يعني لماذا هذا الصمت، وما هي الكلمة اللي توجهها لشارعنا العربي؟ أولا تحية للشعب السوري الصامت ضد النظام المجرم وضد إصابات القتل والطائفي من إيران وغيرها. تحية للشعب السوري في حلب خاصة الصامت تحت قصف الطيران بكل أنواعه براميله وأسلحته العنقودية. تحية للمقاتلين من الجيش السوري الحر وباقي الفصائل الصامدة في جنوب حلب وشمالها والمصرون على الثبات وتحقيق النصر في حلب وسوريا. تحية لأهلنا الأحوازيين المصرون أيضا على إبقاء هوية الأحواز العربية التابعة للوطن العربي ودولته الأحوازية التي إن شاء الله ستتحرر من هذا العدوان الفارسي. تحية للمناضلين في كل دول العالم الأحرار الذين يقفون إلى جانب الشعب السوري وإلى جانب أهلنا بالأحواز. تحية لأهلنا في فلسطين أيضا المحتلة التي تركع تحت التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي. تحية للمناضلون في فلسطين الذين يقفون إلى جانب أهلنا في سوريا رغم المحن ورغم الحصار في رام الله وغزة وغيرها. تحية للمناضلين الأحرار في باقي الدول العربية والأوروبية الذين خرجوا بمظاهرات للضغط على شعوبهم لوقف هذا العدوان على سوريا. كل التحية لك وللقناة الأحوازية وللمشرفين، وإن شاء الله النصر قريب، وسيكون النصر في سوريا كما سيكون في الأحواز والعراق وباقي الدول العربية المحتلة.
شكرا سيادة النقيب لمشاركتك القيمة ولكل ما تفضلت به. طبعا قناة الأحوازية رغم قلة ساعاتها وتواضعها، ولكنها تعتبر نفسها يعني ضمن طاقم العمل الإخباري للثورة السورية والثورة العراقية. فنحن كلنا جنود لهذه الأمة بما نملك من إمكانات متواضعة. حي الله أهلنا في الشام، حي الله أهلنا في حلب، وحي الله جيشنا الحر الباسل، عمود الثورة السورية إن شاء الله المنتصرة المظفرة بإذن الله، وبشعبها الصامد برجالها ونسائها. مشاهدينا الأفاضل، كنا وإياكم مع عضو مجلس قيادة المنظمة العربية لمناهضة العدوان الإيراني، وأيضا أمين سر الجيش الحر النقيب عمار الواوي من سوريا الأبية. تحياتنا لحضرتك، وحتى لقاء آخر سيادة النقيب. الله يسلمك. مشاهدينا الأفاضل، نحن وإياكم بعد الفاصل نلتقي مع ضيف آخر من ساحة عربية أخرى، هي الأخرى تتعرض للعدوان الفارسي وللميليشيات الإرهابية وللدواعش المجرمين. شعبا يمتد تاريخه إلى طول التاريخ والحضارة البشرية، يتعرض إلى إبادة جماعية على يد العصابات المتقطرسة الآتية من قم وطهران. ولكن قبل ذلك نأخذ الفاصل، ومن ثم نلتقي الشيخ وليد العزاوي رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية.
مشاهدينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقيكم مساء هذا اليوم الأحد من قناة الأحوازية لكل الأحوازي للحديث عن آخر المستجدات في الأحواز وأيضا في الساحات العربية الملتهبة من سوريا حتى العراق الشقيق. كان معنا في الساعة الأولى سعادة النقيب أمين سر جيش الحر وعضو مجلس قيادة المنظمة العربية لمواجهة العدوان الإيراني الأستاذ النقيب عمار الواوي، والآن معنا رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية الشيخ وليد العزاوي أبو صقر. مساء الخير شيخ وليد. هل تسمعني يا أستاذ شيخ وليد؟ هل تسمعني؟ طبعا معنا الشيخ وليد من سويسرا من جنيفا، رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية للحديث عن آخر المستجدات في جمهورية العراق الشقيقة، وخاصة ما حصل يوم أمس من اقتحام المتظاهرين العراقيين ما يعرف بالمنطقة الخضراء، أي منطقة العملاء والمرتزقة، المتحصنين بها خدم الإيرانيين والأجانب، واقتحامهم لوكرهم وكر التجسس ووكر الخيانة ما يعرف بالبرلمان. معنا طبعا عبر السكايب الشيخ وليد العزاوي. هل تسمعني الشيخ أبو صقر؟ طبعا لا نعرف المشكل، كان من المفروض أن يكون معنا من اللحظات الأولى. يعرف مشاهدينا الأفاضل أن هناك الساحة العراقية بعد الاحتلال والعدوان الأجنبي على العراق، ومن ثم نعم. الشيخ صقر إذا تسمعني افتح الكاميرا، لأن الاستديو يخبرني أنه كاميرتك مغلقة. يا ريت تفتح الكاميرا الشيخ صقر. طبعا يعرف مشاهدينا الأفاضل أن العراق مر بمرحلة عصيبة بعد الاحتلال بس ناخذ فاصل ومن ثم نعود مع الشيخ صقر. ناخذ فاصل. كوسة على لسان شباب الهواز. انا هواز اصيح بصوت، وين الرايد يوازي وما يدري الجبال تموع من خزرات الاحوازي. بديار الوطن امتاز واضرب موقف اعزاز رايه الطق رايه بالدارق رايه الطق وترجاكم بالوسطى لا توقفون. الملة معني كلمة الملة عن الشخص الذي مملئ من العلم، وانا خاطب كل ناسنا العلماء شباب الشعراء. هل تدري الملالة بهاي ملانا العمر كله شطر سيف الشعر بابيات تذبح فكرة الذلة. خل تدري الشعوب بهاي ملانا العمر كله شطر سيف الشعر بابيات تذبح فكرة الذلة. ما شتت شعب لو دين صح بين الخلق مله، لكن ملانا السكراني هم يوصل وقتنا وهالزمان يدور. هم يوصل وقتنا وهالزمان يدور، ونحرق عين بي العطش الناعور. هم يوصل وقتنا وهالزمان يدور، ونحرق عين بي العطش الناعور.
نقول له الزلمه لازم يشبه الشاجور، نقول له الزلمه لازم يشبه الشاجور. هي طق ما ينطق بالشيله، طق ما ينطق. عامر 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 كذا فاضل. مساء الخير مجددا. طبعا نعمل على رفع المشكل عند الشيخ صقر ابو صقر، الشيخ وليد رئيس كتله ثوره العشرين الوطنيه من العراق الشقيق للحياه. هل تسمعني يا الشيخ ابو صقر؟ مساء الخير الشيخ ابو صقر. انا طبعا الان مشاهدك على الشاشه. ولكن لدينا مشكل في الصوت اعتقد، لاني لم اسمع ما تتفضل به. طبعا مشاهدينا الافاضل، معنا الشيخ ابو صقر الشيخ وليد العزاوي رئيس كتله ثوره العشرين الوطنيه للحديث عن اخر المستجدات في العراق الشقيق، خاصه بعد اقتحام المتظاهرين المنطقه الخضراء واعتصامهم بها، وايضا اقتحامهم لما يعرف ببرلمان المنطقه الخضراء. ولكننا لا زلنا لم نسمع صوته الكريم للحديث عن هذا الامر الهام في العراق الشقيق. هل تسمعنا استاذ ابو صقر؟ مشكلتي هست. لم نتمكن من سماع صوت الأخ وليد العزاوي للأسف الشديد حتى هذه اللحظة، ولا نعرف السبب. التصوير موجود معنا ولكن صوته لم يصل إلى الاستديو. هل تسمعني الأخ أبو صقر شيخ وليد؟ جبر دقيقة بس. للأسف الشديد لا زلنا نحن وإياكم لن نتمكن من التواصل مع الشيخ وليد العزاوي رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية من سويسرا جنيفا للحديث عن آخر المستجدات في جمهورية العراق الشقيق. نحن نعمل على معالجة الخلل ونستمر بالحديث عن العراق. يعرف الجميع أهمية هذا القطر العربي ومكانته الاستراتيجية في الدفاع عن حدود وثغور الأمة، وبعد تعرضه عام 2003 للاحتلال الأجنبي وإسقاط الحكم الوطني في العراق، تمكنت الدولة الفارسية من الهيمنة عبر ميليشياتها على كل مفاصل الدولة والحكومة. هل تسمعني الشيخ أبو صقر؟ نعم أسمعك حاليا، أسمعك حاليا. وأنا أسمعك تمام. مساء الخير أخي أبو صقر. مساء النور رفيق أبو شريف الورد. مساء النور. الله يسلمك ويخليك. بداية أشكر حضرتك على وقتك وعلى الحضور معنا عبر قناة الأحوازية للحديث عن أهم المستجدات في العراق الشقيق. لمشاهدينا الأفاضل، الشيخ وليد العزاوي نائب رئيس الجبهة القومية، الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية، وكذلك عضو مجلس المنظمة العربية لمواجهة العدوان الإيراني، ورئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية العراقية. وللحديث هذا اليوم عن أهم المستجدات في الساحة العراقية نستضيفه ونستثمر وجوده معنا لكي نتعرف عن
ما يجري في الساحة العراقية من متقلبات سريعة سوف تؤثر على كل مشهد العراق، لا بل على المنطقة بأسرها. أجدد الشكر لحضورك الشيخ أبو وليد. بداية، ما هي آخر المستجدات على الساحة العراقية؟ بداية شكرا جزيلا لاستضافتكم على قناتكم الموقرة، وإلى مشاهدي قناة الأحوازية الكرام. لو عدنا إلى الماضي ما قبل 2003 لوجدنا الواقع العراقي في كافة الأصعدة، سواء الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، لوجدنا محصلة ثابتة. الأسباب لأن الهرم القيادي كان محكما. الرئيس الراحل صدام حسين الله يرحمه كان شخصية فذة وصلبة وشجاعة، وضع في عينه دائما الشعب العراقي. الشعب من يضع الثقة بالقائد والرئيس اللي يقود المسيرة النضالية لهذا البلد. اليوم الشعب من وضع الثقة بالقائد هذا، وضع الأجهزة الأمنية تحت إيده، بدأ يصدر القرارات من عنده مباشرة إلى السلطة التشريعية، وبدورها السلطة التشريعية تصدر القرار إلى الدولة المدنية وإلى الدولة العسكرية، مما جعل العراق اليوم أصبح ترسانته العسكرية. يعني سنة 1990 أصبحت الترسانة العسكرية ترسانة قوية صلبة، كانت هابة دول الغرب جميعا سواء أمريكا أو إسرائيل. وكذلك اقتصاد العراق والخزين النفطي كان عند العراق أكبر خزين في العالم، وكان هذا كان شيء يرعب دولة إسرائيل. فإسرائيل تمد كل ما تملك حتى تفتت هاي الدولة أو هذا الشعب اللي يتمسك بالقائد ماله وبحكومته وبجيشه وبنضاله ودفاع عن أرضه. بعد 2003 اضطر الاحتلال الأمريكي، بعد 2003 تحول الاحتلال الأمريكي إلى توجهاته إلى الغرب، على أنه العراق يملك أسلحة الدمار الشامل، وصدام حسين كان يدعم للقاعدة. هذا الأسباب اللي جابت الاحتلال والتحالف الدولي إلى التوجه إلى العراق. والغاية منها مو الغاية إنما هي أسلحة دمار شامل أو قاعدة أو أي شيء آخر، إنما هي تكوين قاعدة، السيطرة على السوق النفطي والتقسيم المنطقة. اليوم الشعب العراقي وقع ما بين نارين، النار الأمريكية والنار الإيرانية، وقع ما بين نار داعش الأمريكي وما بين الميليشيات الإيرانية، وضع ما بين جريمتين. احنا لا نقول العراق كله جرائم، العراق أصبح من بداية الاحتلال لحد اليوم من جريمة أبو غريب وفما فوق، في ديالى والأنبار والموصل وصلاح الدين كثير من الجرائم. لكن نتكلم عن جريمتين، إذا كانت جريمة القاعدة القوى الجوية التي تسمى بقاعدة سبايكر التي ارتكبتها الأمريكان وداعش، وجريمة جرف الصخر التي ارتكبتها الميليشيات والحكومة العراقية الموالية لإيران. يعني اليوم الشعب العراقي وقع بين هذه النارين. هذه الشعوب تحاول أن تقسم العراق بما تملك وتفكك الوحدة الوطنية للشعب العراقي. العراق اليوم هو مركز استراتيجي. اليوم لا يكون تحرير الأحواز إذا لم يكن تحرير العراق، لم يكن تحرير سوريا إذا لم يكن تحرير العراق. لماذا؟ لأنه اليوم الأحواز أمامها جبهة إيرانية، أمامها جبهة النظام الفارسي الإيراني، أمام من خلفها الآن موجودين الميليشيات والحكومة العراقية الموالية لإيران، وكذلك أبناء السنة في العراق. اليوم مشروع داعش اللي نصبه إيران ونصبته أمريكا هي الغاية من عندها ضعضعة المنطقة والاخطبوط الأمريكي والتوجهات الأمريكية الإيرانية للمنطقة العربية، سواء في العراق أو في سوريا أو في لبنان أو في فلسطين وحتى في اليمن وحتى في المملكة العربية السعودية. اليوم العراق محتل من كل أقطار العالم، لكن هناك إرادة وطنية، هناك شعب وضع على عاتقه العراق وشعبه. يعني اليوم الحكومة العراقية تحاول تمزق هذا التلاحم الوطني. هاي الحكومات لو عادت اليوم إلى الشارع العراقي مرة أخرى
فهذه من اكبر الجرائم ولن تكون له يعني قائمه اخرى. اليوم نحن كرجال سياسيين ووطنيين نطالب القيادات من خلال المهجر التحرك السريع للمجتمع الدولي اولا، وثانيا التحرك الى منظمات حقوق الانسان والدول الاقليميه المجاوره للعراق، لانه اليوم ثوره الشعب هي ثوره دعم المقاومه والتواصل مع القيادات الموجوده في الداخل. احنا مو نقول عندنا مقاومه، مو نقول عندنا تنظيم داخل، لابد ان التنظيم الداخل هذا الموجود اليوم بالعراق الموجود لازم يتواصل ويا القيادات اللي تقود المظاهرات، لانه المظاهرات قاعد تدور بالعراق ما حدا يعرف شلون يقودها، لان الناس ما متمرنين، الناس مجرد طلعوا هوسوا بدون تغيير للشعب العراقي. هذا ما يحدث اليوم بالعراق. شكرا. طبعا الشيخ وليد العزاوي رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية. طبعا يعني كما تفضلت العراق الآن بعد 2003 يختلف تماما مع العراق ما قبل 2003. ما قبل 2003 كان النظام الوطني يحكم في العراق، وكانت هناك دولة ملتزمة بالقرارات الإقليمية والدولية وبواجباتها القومية وواجباتها بالقانون الدولي. والآن هناك دولة راعية للإرهاب والميليشيات، وهي دولة تعتبر عميلة، ووفق الإحصاءات الدولية هي الدولة الأكثر فسادا في العالم. وهذا ليس كلامنا أو كلام حضرتك، بل كلام مؤسسات القياس الدولي لنسبة الفساد في الحكومات. كذلك أن هناك المعروف هو أن هناك دولة ميليشيات ترعى الميليشيات في ما تسمى الآن بحكومة العراق، حكومة بريمر، وأيضا ترعاها خارج الحدود، فهي تصدر الإرهاب الميليشياوي على دول الخليج العربي وسوريا واليمن وداعمة لذلك الإرهاب. هذا كما تفضلت معروف أن العراق الآن بعد أن كان بلدا غنيا ثريا واقتصاده من الاقتصادات الأولى في منطقة الشرق الأوسط وعلى مستوى العالم العربي، وأيضا من حيث الدراسة ومن حيث العلوم العليا والشهادات العليا، يشكل جمجمة العرب، ومن يعني يتخرج من العراق شهادته تقبل في كل أنحاء العالم. ولكن ما نشاهده الآن مثل كما تفضلت البطالة، الفساد، المليارات المسروقة، دعم الميليشيات، وهذا هو الآن ما يعرف عن حكومة بريمر وحكومة التقسيم الطائفي. نعم هو حكومة بريمر لما وضعت الدستور العراقي، وضعت الدستور، وضعت فقرتين هي قمة الطائفية والعرقية، حين دخلت الدين بالسياسة وعزلت أول شيء من خلال الدين والسياسة عزلت الطائفتين السنية، الطائفة السنية والطائفة الشيعية، يعني سوت وقف سني ووقف شيعي حتى تزرع الطائفية بين الطرفين. بعدين دخلوا الدين بالسياسة، سووا واتجهوا للعلماء الدين، توجهوا لهم العلماء الدين، راحوا على السيستاني قالوا له يابا انت تكون المرجعيه الاولى، وراحوا على محمد باقر الصدر قالوا له يابا انت تكون لازم تكون عندك حصه محاصصه، لازم تكون عندك مكانه بهذه الدوله، وراحوا على مقتدى الصدر كذلك حتى يهججون ما يحتاجوه. يبقى العراق متقلب، يبقى العراق منفجر، يبقى العراق دائما تابع لولايه الفقيه. وثانيا كانوا يتوقعون انه ما راح تنفجر هذه الشراره. انفجرت الشراره عام 2012 رفيقي، انفجرت 2012 ووقف ابناء السنه مده 2.5 وقفوا بالانبار في ساحه العزه، ساحه الفخر والكرامه اللي تكون لنا احنا كابناء السنه، نفتخر بهذه الوقفه. ظلينا 2.5 سنة نناشد الطيبين والخيرين من ابناء العمومه، يا ناس يا عالم نحن بحاجه الى دعمنا، واتهمونا بموضوع، جابونا موضوع داعش وفروا علينا، واسبابه هي شيوخ العراق، الشيوخ التي كانت مواليه لحكومه النظام الفاسد، النظام الايراني، والمواليه للحكومه العراقيه في حين ذاك. علي الحاتم
واحمد ابو ريشه وحميد الهايس هم من باع الحره العراقيه، هم من وضعوا الشعب العراقي وابناء الانبار في السجون واملؤوها بالسجون بواسطه المخبر السري وغيره. هذا ما يحدث بالعراق اليوم. العراق يعني اليوم الشيخ وليد، هناك الان نحن امام انتفاضه عارمه شعبيه اسقطت فيها شعارات الطائفيه وشعار المكونات، وهذا من جنوب ووسط وشمال. الان الشعب العراقي كله واحد ويعمل على اسقاط نظام الطائفيه والمحاصصه. يعني ما هو موقف القوى الثوريه وقوى المقاومه والقوى الوطنيه من هذه الثوره؟ اخي الكريم، قبل ما ان ندخل للقوى الوطنيه، اليوم الاراضي العراقيه كلها الساحات العراقيه قاعد تنتفض. هي هاي خدعه كبيره من اتباع الصدر لخلط الاوراق ما بين امريكا وايران واداره المنظومه السياسيه حسب ما يطلبها اسيادهم في طهران واسيادهم في امريكا. هناك وعود سريه لمقتدى الصدر بأن يكون هو رجل المرحلة القادمة لزعامة الشيعة بدل السيستاني الورقة المحروقة. كذلك لو نرجع قبل 10 أيام، قبل 20 يوم، حين شاهدنا اعتصام مقتدى الصدر في داخل المنطقة الخضراء وترك الاعتصام وذهابه إلى لبنان، وجماعته راحوا للمرجعية الصدرية اللي هي كاظم الحائري في قوم، واجتماع المالكي بالسلطات الإيرانية داخل السفارة الإيرانية، يدل على تخبط كبير لإيجاد حل يوقف هذه المظاهرات وحل سياسي، وهناك تآمر على المتظاهرين. احنا اليوم لازم نستغل كل الجهات، كل الشخصيات الوطنية الموجودة بالمهجر، سواء الجبهة الوطنية القومية والإسلامية، سواء القيادات، الشخصيات، المنظمة العربية لمواجهة الاحتلال، كلها تتوجه مع الشعب العراقي، ارشاد الشعب العراقي اللي راح يسقط مثل ما سقط في الانبار. فلهذا نحن نطالب الجبهه الوطنيه بتشكيل حكومه انقاذ وطني، لان الشعب العراقي ليس بحاجه الى حكومه ديمقراطيه. الشعب العراقي ليس محتاج بحكومه تكنقراط. الشعب العراقي اليوم يحتاج الى العيش الكريم، اعاده كرامته وعزته، إعادة الأمن والأمان، ويطالب بطرد المحتل بكل أنواع من أنواع المحتل. ثالث ويطالب كذلك إلغاء المادة 4 إرهاب اللي طبقت على أبناء السنة واللي أقصت وهمشت أبناء السنة، وكذلك المخبر السري واجتثاث البعث. هذا ما يطلبه الشعب العراقي، وهذا ما يحققه سوى حكومة الإنقاذ الوطني. ونحن الآن مستمرين ومنتظرين وواقفين على نار بإصدار قرار من القيادات العليا بإصدار حكومة إنقاذ وطني للشعب العراقي. شيخ وليد، طبعا الأمر كما تعرف الآن حرج جدا في العراق، ويوم أمس اقتحموا المتظاهرين ما يعرف بالبرلمان، وأخرجوا عنه بعد ساعات من اقتحامه على يد الأمن وقوات الشرطة. واليوم كان هناك اجتماع للرئاسات الثلاث، يعني معصوم وأيضا العبادي والجبوري، وأدانوا هذا الاقتحام، وبالتالي طالبوا مجازات من اقتحموا البرلمان. يعني كيف تنظرون لمثل هذه الحالة، والآن بعشرات الآلاف يعتصمون في ساحات الاحتفالات؟ يا أخي العجب على المتظاهرين إنه من اقتحموا المنطقة الخضراء وكان يساعدهم بالدخول هو الجيش. يعني ما تعرضوا للجيش نهائيا. لو احنا نعرف انه الجيش هو جيش ليس جيش حكومي، انما جيش ميليشيات من عصائب وسرايا سلام، وجيش المهدي وقيادات اللي تقودها هي قيادات ضباط الدمج والقادمه من ايران. هذول الضباط يعني واعلنوا حاله الطوارئ وهربوا البرلمانيين وغلقوا مطار بغداد. ما هي الا لعبه سياسيه اخرى. يا اخي احنا ليش ما نستعجل؟ ليش ما نعجل في هذا الطريق؟ يعني اليوم هم يجتمعون يلقون حل لهاي المظاهرات، يعيدون المحاصصه. يعني لو راح بجعفري وجا المالكي وراح المالكي وجاب حكومه تكنقراط من نفس الاحزاب من نفس المحاصصه، 3 من الصدرين، 4 من الفلان، 2 من العراقيه وكذلك.
ما حلينا كل شيء. وهذا معناته انا اقول لك يعني هذا دمار العراق الى ابد الابدين اذا انتظر حكومه الانقاذ الوطني او الشعب العراقي ما يحدث الان بالسياسات الثلاثه. ليش هسه قدروا يطلعون المتظاهرين؟ ليش دخلوهم للبرلمان طلعوهم الى ما تكون لعبه سياسيه هناك؟ لابد هناك اكو لعبه سياسيه، اللعبه السياسيه يلعبها مقتدى الصدر، تلعبها الحكومه العراقيه بين العبادي ومقتدى الصدر وبين الامريكان والايرانيين. هاي لعبه مميزه معروفه بكل وساليبها. يعني لابد ان تجدون حل يا اخي، لابد ان تجدون حل. يعني انتم بالمهجه شو تسوون قاعدين تتفرجون؟ مو هاي كارثه، هذا عار علينا راح يصير. اكيد يعني من المؤسف جدا ان المتغيرات المتسارعه في العراق الشقيق وهي تؤثر على كل يعني الوضع الاقليمي والوضع الدولي، خاصه وان اللاعب الاساسي الان في العراق هو ايران، وهو نفسه من يلعب في سوريا واليمن ودول الخليج العربي. فبالتالي كان يجب ان توجه كل الانظار الان العربيه الى العراق الشقيق ودعم الثوره العراقيه. يعني استاذ وليد، يعني انا حقيقه في حيره عما يجري في العراق. يعني هناك عشرات الالاف من المتظاهرين يهتفون باسقاط الفساد واسقاط حكومه العبادي، ويهتفون باسقاط ملالي قوم وطهران وطرد ايران من العراق وعوده الاستغلال للعراق واسقاط الطائفيه. وهناك من يقول انها يعني لعبه بين ايران والصدر والامريكان. يعني كيف نجمع بين يعني هل هناك محاوله لاستغلال هذه المظاهرات العارمه وتوجيهها نحو خدمه يعني الميليشيات، ويعني كلمه حق يراد بها باطل؟ يعني المتظاهرين على حق وهم مندفعون بدافع وطني، بدافع عراقي، بدافع يعني يرفض التقسيمات الميليشياويه والطائفيه، ولكن يتم استغلالها وتوجيهها كما سمعت امس احد مساعدي نور المالكي او العبادي يقول ان ما يحصل من مظاهرات هو تماما ينسجم مع مطالب العبادي. يعني هذا شيء غريب انه المتظاهرين يعتبرون العبادي فاسد، فكيف ينسجم مع مطالب العبادي والمتظاهرين يصرخون باعلى اصواتهم انه العبادي وزمرته كلهم فسده؟ يعني يا اخي انا بس احب اقول لك شغله واحده، يعني احنا هاي صار لهم شهرين او 3 أشهر يتظاهرون الشعب العراقي بمظاهرات سلميه تندد بحل الحكومه العراقيه، حل البرلمان العراقي وحل الحكومه العبادي بالكامل. هذا اللي احنا نعرفه. زين، لما انت تريد تحل الحكومه العبادي وطالب بطرد الوزراء الموجودين والبرلمانيين الموجودين، انت ليش راح توجهت على سليم الجبوري؟ احنا نعرف سليم الجبوري عميل ودكتاتور وخاين، هو من باع دياله، هو من قتل ابناء دياله، لكن هم اليوم يلعبون لعبه جديده. اولا يطلعون سليم الجبوري من البرلمان، مثل ما لعبوها بلعبه وزاره الدفاع. لما اجى محمود المشهداني، انا واحد من ذول الاشخاص اللي محمود المشهداني عرض علي ان اكون انا وزير الدفاع عام 2010، وبعد ساعتين انا ضحكت وابتسمت قلت لهم هذا عنده وراه شيء. ورا ساعتين اتصل بي المالكي قال له عوف وزاره الدفاع، راح جاب له عبد القادر ما اعرف الدليمي او عبد القادر العبيدي، على انه هو يمثل ابناء السنه، لكن هو ليس ممثل لابناء السنه، انما هو رجل من الطائفه الشيعيه، واحنا ما عندنا شيء ويا الشيعه، نحن ضد الشيعه الصفويين. الشيعه الصفويين الذين دخلوا من ايران الان هم دمروا كل مناطق دياله، كل مناطق دياله دمروها. وكذلك اليوم هم يحلون البرلمان، يحلون سليم الجبوري، يجيبون واحد موالي كذلك للمالك. اليوم المالك هو اللي يقود العمليه السياسيه وليس العبادي. العبادي مجلد دميه يتمده بها المالكي وامثاله، لأن المالكي وقع للامريكان 2009 وضع العراق تحت الوصايا الامريكيه الى مدى الحياه، ونحن وانتم وكل العراقيين الشرفاء وقفوا ضد هذه بمظاهرات سلميه امام الاتحاد الاوروبي وامام السفارات العراقيه، ووقفوا هذه الاتفاقيه. رجع المالكي مره ثانيه شكل الحكومه لما الشعب العراقي باد وطلب من عنده باخراج المالكي،
توجه المالكي الى امريكا، انطرد من الولايات المتحده الامريكيه، رجع ليون الى ايران، ايران قالت له للعبادي صير انت رئيس وزراء، لكن تواقيعك ورسالاتك ما توصل الى قبل ما توصل للمالكي. يعني مجرد العبادي ما يقدر يتحكم، نعم انا معكم، نعم انا مع الشعب، ولكن لا شيء انه يحكم به العبادي نهائيا. لا زال المالكي يقود العمليه السياسيه سواء بالبرلمان سواء بالحكومه بواسطه ملفات. هذه الملفات لو تعرفون ملفات كبيره جدا، شوف كل الشخصيات قالوا لكم احنا عندنا ملفات عليهم ما يقدرون يحكون. وقف الجبوري، مشعان الجبوري ما قدر يحكي، وقف مقتدى الصدر ما يقدر يحكي. ليش؟ كلها ملفات فساد، ليس فساد مالي فقط، انما فساد خلقي. هذول اولاد الشعار، هذول اولاد الزنا، لانه ما تشوفين افلام كلها سوقيه مع بنات ومع شخصيات ومع اعضاء من البرلمان العراقي نفسه. هؤلاء جاءوا اليوم يمزقون العراق، تفتتوا تفتيت حتى يقعون على صله يعيدون المالكي، وراح ينعاد المالكي اذا لم تقوم القائمه، اذا لم تقوم القائمه فسيعود المالكي والشعب سيأتي بعوده المالكي. فالرجاء ان شاء الله من قناتكم اني راح اوجه رساله ان شاء الله بعد ما قبل ما يخلص اللقاء سوف اوجه بيان للشعب العراقي من خلال قناتكم الموقره. ان شاء الله شيخ وليد. طبعا يعني ما هي الرؤيه المستقبليه، يعني ماذا يجب ان نفعل يعني في مثل هذه الصوره اللي يا اخي التوجه يا اخي ما يحتاج التوجه. هسه نحن بالمهجر، هسه نتوجه الى الجهات الدوليه. هاي الدول الجوار عندنا جوازات، انتم ويا الحكومه العراقيه عندكم سلطات، عندكم تليفونات اتصال بالدول، اتصال بالمجتمع الدولي، منظمات حقوق الانسان، الوقوف مع الشعب العراقي. اليوم الشعب العراقي بحاجه لكم انتم على مود حتى اين الان شيخ وليد؟ الان يعني من هو الشعب العراقي؟ يعني هناك شعب منتفض في بغداد. نعم في شعب. يعني هل المطلوب الان من دول الجوار الوقوف مع هذه الانتفاضه او لا؟ نعم، اولهم المملكه العربيه السعوديه، ان تقف، لانه هي الحدود مع العراق. لماذا يعني هناك انتم احد الان قيادات الجبهه الوطنيه والقوميه، وهي اوسع جبهه وفيها قيادات كبرى من مختلف شرائح الشعب العراقي من احزابه المختلفه، يعني لماذا في مثل هذا الظرف لماذا لا تشكلون دولة في المنفى أو حكومة في المنفى؟ نعم نحن مقبلين على تشكيل حكومة إنقاذ وطني خلال هذا الشهر إن شاء الله. نحن مقبلين على تشكيل حكومة إنقاذ وطني للشعب العراقي من قبل الجبهة الوطنية، والجبهة قاعد تشتغل وتعمل. لا تتصور احنا قاعدين كلتنا الاعضاء الامانه العامه اليوم ورئاسه امانه العامه، سواء الدكتور كاظم العبودي او عدنان الطلقاني وغيرهم من القيادات العليا في الجبهه ومن قيادات البعث ايضا. نحن مستمرين مع البعث، لكننا لسنا بعثيين. خل يعلم الشارع العراقي نحن لسنا بعثيين، لكننا نؤمن بإيمان مطلق بقضيه البعث. نؤمن نحن والبعث في خندق واحد، نحن والبعث مستمرين حتى التحرير ما دام شعارنا هو المقاومة. بارك الله فيك شيخ وليد. ناخذ فاصل ومن ثم نعود على تكملة حديثنا فيما يتعلق بالعراق الشقيق والمستجدات هناك. ناخذ فاصل رجع.
آسف كنت غلطان يا أغلى ناسي، وتدري أنا بلياك أحمل مآسي، كل شي اللي صار انساه كنت أنا خاطي، عذرا حياتي عذرا حياتي. آسف كنت غلطان يا أغلى ناسي، وتدري أنا بلياك أحمل مآسي، كل شي اللي صار انساه كنت أنا خاطي، عذرا حياتي عذرا حياتي. تمشي اترجاك هجرك مماتي، تدريني بس وياك تسعد حياتي، حبك حلم وامال حضنك اماني، روح وحياتي روح وحياتي. لا تمشي اترجاك هجرك مماتي، وتدريني بس وياك تسعد حياتي، حبك حلم وامال حضنك اماني، روح وحياتي روح وحياتي. لا تسافر لا تسافر انا يمك مالي خاطر، لا تسافر لا تسافر لا تسافر انا يمك مالي خاطر، لا تسافر. أريدك كحل بالعين ما أريدك تطيح، هذا القلب يهواي ما تسمعي يصيح، لجلك أرخص الروح لجلك يا غالي، روح وحياتي روح وحياتي. أريدك كحل بالعين ما أريدك تطيح، هذا القلب يهواي ما تسمعي يصيح، لجلك أرخص الروح لجلك يا غالي، روح وحياتي روح وحياتي. لا تسافر لا تسافر أنا يمك مالي خاطر، لا تسافر. شكرا طبعا للفنان الأحوازي عماد عبيات على هذا المقطع الغنائي الجميل والذي يشجع الشباب فيه إلى عدم الهجرة من الأحواز وترك الأحواز بسبب جرائم العدو الفارسي كي يكون لقمة سهلة للاحتلال. معنا طبعا الشيخ وليد العزاوي مرة ثانية من سويسرا من جنيفا للحديث عن آخر المستجدات في الساحة العراقية وما
يجري هناك من متقلبات ومتغيرات متسارعة، أقل ما يقال عنها أنها ثورة شعب لا زالت دون قيادة واضحة، تريد إسقاط العملاء والمرتزقة وتريد طرد الاحتلال الأجنبي. شيخ وليد معنا، تسمعنا؟ نعم أسمعك. نعم رفيق. حياك الله، مساك الله بالخير أخي أبو صغر. أهلا وسهلا بك أبو شريف. طبعا هناك الآن المنطقة كلها تحترق، وما يحصل في حلب وسوريا عموما جريمة حرب ضد الإنسانية، والميليشيات التابعة لحكومة العبادي والمالكي مشاركة بهذا القتل وبهذه الجرائم. ما هي رسالتكم لأهلنا في العراق وهو مشتعل الآن وملتهب يعني نار تحت الرماد تحرق الأخضر واليابس من العملاء والمرتزقة؟ كيف تصفون مشاركة الميليشيات اللي دربت في إيران بالعقيدة الصفوية لقتل أهلنا في سوريا بعد أن يعني دمروا العراق وعثوا فسادا في أرض الرافدين، وهم الآن في حلب يقتلون الأطفال والنساء؟ طبعا رفيقي أنه ما يحدث اليوم في العراق وفي سوريا وحتى في الأحواز العربي وفي لبنان وفي فلسطين، هذا كلها تحدث اليوم. الأخطبوط الإيراني ممتد ومفتعل لأنه أمريكا وضعت خطة أنه قبل أنه إسرائيل هي تدعم ماديا تدعم معنويا بس ما تدخل نفسها، لكن اليوم أمريكا لها دور رئيسي كبير. يعني كانت المفروض أمريكا حين أخرجت من العراق ولت هاربة، خسرت المعركة مع المقاومة الشريفة في العراق بعد أن ما شبعت الهزائم والذل بحربها على العراق وفشلت في حربها على العراق. استخدمت الوسائل الثانية وهي إيران، اللعبة الثانية، على أنه أنا ألغي المفعال النووي، على أن تسلمني بغداد حتى أكمل مسيرتي بولاية الفقيه. فجندوا المالكي. المالكي هو المؤسس الرئيسي للأجندات الإيرانية، يعني هو يقود اليوم بقيادة العراب الأول الموجود في العراق هو السفير الإيراني طبعا، وقاسم سليماني، وبعدها المالكي ينفذون الجرائم. أول شيء هو من وقع الاتفاقية هو كان أنه الغاية معده أنه يسلم المناطق السنية بالكامل للأمريكان، يعني يقطعها إربا بحيث أنه يأخذ المخطط مالهم، المخطط الإيراني في حول تقسيم العراق حسب اتفاقية بايدن سيء الصيت، على أن يكون حدود المملكة العربية السعودية والأردن للميليشيات أو للشيعة الصفوية، ما نقول الشيعة العراق حتى لا نكون طائفيين، يعني احنا كنا خال وابن أخت وزوجاتنا من الشيعة بعيدين عن الطائفية والعرقية. فبدأ المالكي والحكومات الأمريكية رسموا مخطط كامل للخارطة العراقية، أنه يسوون تغيير تغيير في خارطة، في محصلة خارطة طريق في العراق. يعني شلون؟ يعني ياخذون الحدود كليته يخلوك بس أمام سوريا، يعني يخلوك الميليشيات وراك ويخلوك بشار الأسد قدامك يخلون من الجهة اليسرى ما عندك حدود غير بس سوريا أمامك والأكراد طبعا هم راح يتنازلون بقرار 140 ينطوهم كركوك وينطوهم لحد بدرة وجسان الكوت ولحد الفيلق الأول الخاص السابق كان هناك. يعني هاي الأمور كلها حتى يهمشون أهل السنة، حتى يهمشون. الديالة انتهت، الديالة اليوم تقودها التميمي يقودها من بدر، وبدر موالي لإيران، وهي كانت جندي الأول في إيران بدر، لأن هم كانوا توابين من عندهم، كانوا هم أولاد إيران، هم أولاد الشيطان أحفاد كسرى.
هؤلاء، فيريدون يغيرون خارطة الطريق حتى يخلوك انت امام الامر الواقع، لا عندك اقتصاد، لا عندك دوله تدعمك. يعني احنا هسه لازم بهالوقت هذا المملكه العربيه السعوديه لما نصيح وتقول نحن تحالف عربي، هسه لازم تدز جيشها للعراق، تدزه مهما كان، اخالف التحالف، اخالف الدنيا كلها. لان انا هذا حارب داعش، وين داعش هو؟ لحد الان الحكومه الايرانيه والحكومه اللي هي المواليه للميليشيات واللي دخلت المحافظات بالمنطقه الغربيه ما لقوا ولا واحد من داعش. يلكمون ابناء البلد، ابناء الوطن، قاعد يمثلون بهم، يقتلون، يهمشون، يذبحوهم، ويمثلون جثثهم، ويفجرون مساجدهم، والناس تباوع. يعني بمجرد قالوا اكو داعش يعني المجتمع الدولي التجا. البارحه انسحبت نصف الميليشيات من محافظه صلاح الدين الى بغداد. حافظوا على السور الموجوده دار مدار بغداد، يخاف يدخلون على المقاومه تدخل الى بغداد. زين اليوم هم ايش قاموا يسوون؟ لما قطعوا الاسوار بغداد كلها سيجوها بالميليشيات وهجموا، راح يهجمون على باكر. شوف هسه راح يهجمون على المتظاهرين ويتهمون بانكم انتم بعثيين، مثل ما اتهموا الانبار على انه موجود مشروع داعش. هسه اليوم راح يتهمون المظاهرين، باكر لو عقب باكر راح يقوم مظاهرات بعثيه، البعث منظمها، البعث مرتبها، والرجال على اساس انه مقتدى الصدر هو بريء، لان هو الرجال اعتكف على شهرين يروح يرتاح بلبنان، يرتب نفسه ويا حسن نصر الله ويا حزب الله حتى يحط له رجل في العراق. هذا الموجود، هذا اللي لازم تعرفه. صح شيخ وليد. طبعا حقيقة فيما يتعلق بالاعتكاف في لبنان، هذا البدعة الخمينية. طبعا الخميني دائما كان يعتكف، وهو يعني هؤلاء تلامذته اللي تلمذوا على ايده الدجل والشعوذة، فبالتالي كل ما اصابهم الضيق بحجة الاعتكاف يذهبون الى لبنان وما يشابه ذلك للرخاء، وبالتالي ترك المجرمين أن يعملوا ما يشاءون حتى يعود لهم الدور من جديد. طبعا بالعودة إلى ما يحصل الآن في العراق، هناك للأسف يعني غياب كامل إقليمي لما يجري في العراق، رقم أهمية العراق ورقم الدور الاستراتيجي والحيوي لهذا القطر العربي في كل ما يجري في الوطن العربي عموما، وخاصة دول الخليج العربي. يعني ما هو السبب شيخ وليد لهذا الغياب العربي؟ والله رفيقي اقول لك، هم العرب دائما هم معروفين بهاي الامور، لان هم توجهاتهم من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وهم مشاركين في الدور السياسي، يعني دور اللعبه. لانه سبحان الله اللي حدث بالاحواز بالايام الاخيره، الفيضانات اللي حدثت بالاحواز، لا عين ترى ولا اذن تسمع، والاحداث اللي تصير بحلب والدمار اللي يصير بالشعب السوري الشقيق ومن جرائم ضد الانسانيه، لا عين ترى ولا اذن تسمع. وكذلك اليوم بالشارع العراقي لا عين ترى ولا اذن تسمع. ما سمعنا بس القنوات العربيه تطلع فاصل اعلاني دخلوا شنو؟ هسه اليوم الاتحاد الاوروبي يقول مرفوض، رفض كامل انه يدخل المتظاهرين الى قاعه البرلمان. يعني اليوم الحكومه العراقيه وجهت رساله للاتحاد الاوروبي وللمجتمع الدولي على ان هم هذول ناس ارهابيين بعثيين دخلوا يابا احنا بعثيين، يابا دوالكم يا البعث، يلا حركوا نفسكم ما احنا بعثيين، خلينا نخلص هاي القضيه كلها. اتهمتونا 24 ساعه البعث يا اخي على والله الشرف اكون اني بعثي يا ناس يا عالم، بس وين يا اخي؟ ليش تبون تنظمون مظاهرات انتم سويتوها؟ انتم مقتدى الصدر انت اللي سويته، ليش انت تتهم اليوم تتهم بالبعث وبالقاعده وبالارهاب ومشروع داعش الارهابي؟ مشروعكم هو مشروع داعش، سويتوه انتم، قعدتوا بالتلف السوري بمخيم ابو ريشه، احمد ابو ريشه، جمعتوا السجناء العراقيين الموجودين عندكم 7 اشهر بالقابعين بالسجون السريه، صار 7 اشهر ما مزين لحيته، قلتوا هذا داعش، وجاب له واحد بدون مزين لحيته من السجناء ابناء السنه ويذبح فيه، وين ما تمثلون القصه؟ شفناها بعيوننا، ووصلت ملفاتكم احمد ابو ريشه والمالكي مثلتوها كلك سويتوها.
انتم اتفقتوا كلكم الشيوخ العراق الموجودين بالانبار، اتفقتوا على تكونون داعش واخذتوا ملايين. من عرفتوا احمد ابو ريشه راح للمالكي كلكم جردتوا نفسه، واحد راح الاربيل وواحد راح لبغداد ولا مقيم بالمالك. اجى المالكي لزم المشروع كليته، جاب السجناء السياسيين العراقيين والسجناء الموجودين كلهم في القابعين 7 شهور سنتين وثلاث سنوات بالسجون، لحيته القد قالوا هذا كمشنا داعش، وتعال اذبح هذا، اذبح هذا الشيعي خله طلعك بالكذب، يذبح ابن السنه مرت اللوخ ويقول هذا باعوا يراوي المجتمع الدولي انه داعش دا يذبح الابناء الشيعه وابناء العراق. هذا اللي دا يحدث، بس الناس ما قاعد تفكر، ما قاعد تستوعب، او قاعد تستوعب الناس، قاعد تستوعب وتدري وتريد ان العراق ينباد، بس مجرد اخبار. ليش بدنا نعرف المجتمع الدولي وينه؟ وين المجتمع الدولي يا اخي؟ من المعروف كان انه الدولة الإيرانية تعول كثيرا على المحافظات الجنوبية والوسط، وفي المظاهرات الأخيرة أثبتت أنه الشعب العراقي واعي من جنوبه إلى الوسط وإلى شماله، ويعرف الخطر الإيراني ويعرف دسائس الدولة الفارسية ويعرف عملاء إيران من فيلق بدر ومن منظمة بدر وأيضا جماعة الدعوة والمجلس الأعلى. كل هؤلاء تربوا في مخيمات إيران كما تعرف، وشاركوا بالحرب الإيرانية اللي فرضت على العراق شغيب لطيلة 8 أعوام، وشاركوا بالتخريب والقتل والدمار في العراق، وتجندوا بالحرس والميليشيات، وهم الآن في يعني يعني استدارة الحكم في العراق. ولكن الشعب العراقي بمظاهراته الأخيرة وشعاراته الواضحة من البصرة حتى العمارة حتى الناصرية وأيضا الديوانية كلهم يعني رفعوا شعارات إيران برا برا وبغداد تبقى حرة، وبالتالي هذا دليل على وعي مرتفع للمواطنين العراقيين، وهم الآن يدينون الطائفية الدخيلة على الشارع العراقي والشعب العراقي. فيعني كيف يعني لقوى الثورة للمقاومة العراقية أن تحتوي هذه الطاقات الوطنية الكبيرة وتخرجها عن طاعة الملا مقتدى الصدر وتوجهها نحو الخلاص الوطني؟ والله رفيقي، هؤلاء هذول المتظاهرين اليوم تشاهدهم امامك هم نفسهم كانوا قبل 8 سنوات هم حمايه للبوابه الشرقيه. اسمعني رفيقي مو؟ نعم سامعك كاملا. نعم، هذول كانوا نفسهم كانوا حمايه للبوابه الشرقيه على مدى 8 سنوات. هؤلاء صحيح. نفسهم كانوا دروعهم تملأها رصاص الغدر، وكانوا 8 سنوات يدافعون عن الحرة العراقية ولا زالوا يدافعون. وكذلك هؤلاء نفسهم 8 سنوات أعطوا دماء وشهداء من أجل تربة العراق والحفاظ على تربة ووحدة العراق وحفاظ على العراق والعراقيين. وبالعكس الذين كانوا أمثال المالكي وربعهم كانوا رصاصهم يصل إلى صدورنا وكانوا يسلمون أعراضنا ويقتلون أبناؤنا ويؤيدون الدولة الإيرانية. وشفتوا باللقاءات العديدة يقولون نحن مع إيران، نحن في سبيل المرحلة الثانية. الآن هم بنوا أموالهم، أموال العراق كلها قاعد تسرق من قبل السفارات، رواتب للسفارات الإيرانية. اليوم بسويسرا علي الشلا هو عضو ممثل لحزب الدعوة، موجود عضو برلماني وفي الحكومة العراقية. كل فترة بين فترة وفترة يمسك في مطار زيورخ يا أخي ويلقى عنده 250 مليون أو 150 مليون دولار موجهة إلى البنوك السويسرية، وعنده أوراق موقعة من قبل نور المالكي، وهذاك مبين باني مركز ثقافي وقاعد ساكن به حاليا ومأجره للسفارة العراقية، وحتى السفارة مأجرها للحكومة للشعب العراقي. هؤلاء اليوم المتظاهرين اليوم جنوب العراق هو اليوم الساحة الحقيقية. اليوم بيّن جنوب العراق كل انه اليوم موالي للقضية العراقية، يطالب بطرد هؤلاء من البرلمان العراقي ومن الحكومة العراقية قلع على مثل ما قالوا. وكذلك هؤلاء نفسهم ابناء الجنوب اليوم كنا متوقعين من غيرهم افضل يكون، لكن بينهم اليوم رجال المرحله، هم الرجال اللي راح يقرروا لك اليوم مع المقاومه العراقيه
راح يقرروا لك ان شاء الله ان شاء الله هناك تواصل مع جنوب العراق، تواصل مع شمال العراق، مع كل المدن المنتفضه. الناصريه انتفضت وسقطت المحافظه، البصره كذلك، ونحن نتواصل حتى مع جماعه السيد الصرخي، لان جماعه السيد الصرخي اليوم سيطروا على مدينه البصره. اليوم الدوله العراقيه انتهت، لكن نريد اليوم المجتمع الخارجي اللي خارج العراق، خارج الدولة العراقية، خارج الحدود العراقية، وين صار؟ يعني اليوم بس التواصل الاجتماعي فيسبوك وسكايبي ما يصير يا أخي، ما يصير، لابد أكو تواصل، لابد القيادة توجه رسالة حقيقية حتى يشوف العالم، حتى يشوف الأحوازيين، يشوفون السوريين، يشوفون الفلسطينيين، يقولون العراق عنده حكومة خارجية برا. وين الحكومة؟ أني وأنت، وين الباقين؟ وين الباقين؟ القيادات الرئيسيه لازم توجه رساله حقيقيه يا اخي. انا باسمي وباسم كتله ثوره العشرين اوجه نداء من قبل قناتكم، واتمنى كل اخواننا الاحوازيين والعراقيين واللي يشوف القناه اليوم في كل انحاء يوجه هذا النداء مالتي من خلال التواصل الاجتماعي، التويتر، الفيسبوك، بكل مكان ان شاء الله. انا اريد اوجه نداء من قبل قناتكم اذا امكن رفيق ابو شريف. اكيد. انا اقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايها الشعب العراقي العظيم، يا ابناء الرافدين الغيار شيبا وشبابا، في هذه المرحله الاستثنائيه التي يمر بها العراق، نحن جميعا مطالبين بان نكون لحمه واحده وصفا واحدا ضد الفاسدين والخونه والعملاء، والتحرك المنتظم للتغيير الجذري في الجوانب السياسية ومحاسبة كل المسؤولين في الحكومة العراقية الحالية. واعلموا إن الله سيكون عونا معنا، ودمنا على حق واقفون وعلى الإصلاح سائرون. وابشروا إن الرجال قادمون، وهم أملنا انتظرناه، وسيحملون هم البلاد والعباد، وسيكونون المرصاد لمن أراد الدمار للعراق والعراقيين والأمة العربية، وإلى الأمام حتى طلوع الفجر، في التقدم والسعادة والازدهار جميعا، فداء للعراق العظيم. والله أكبر، والنصر للشعب المنتظر وللمقاومة الباسلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ أبو وليد. طبعا الشيخ أبو صقر وليد العزاوي، رئيس كتلة ثورة العشرين الوطنية، نائب رئيس الجبهة الوطنية والقومية والإسلامية العراقية، وكذلك عضو مجلس قيادة المنظمة العربية لمواجهة العدوان الإيراني، لهذه المشاركة القيمة لأن يعرف أبناء أمتنا العربية وخاصة لنا في العراق الشقيق وسوريا والأحواز ما يجري في الساحة العراقية من تقلبات، وسوف تؤثر دون أدنى شك على الوضع في العراق وفي الأحواز وفي سوريا بالتأكيد، وفي ما يجري في منطقة الخليج العربي عموما. كان معنا مشاركا من جنيفا من سويسرا الشيخ وليد، وأعطانا المزيد من التفاصيل حول الوضع العراقي والانتفاضة العراقية، وكلنا وإياه أمل أن تنتهي هذه الانتفاضة بالنصر على الفاسدين والعملاء والمرتزقة، وكذلك على الاحتلال الفارسي اللي استقل ضعف الحكومة العراقية واحتل العراق الشقيق. بهذا مشاهدينا الأفاضل ننهي وإياكم مع جزيل شكرنا للأستاذ أبو صقر وليد العزاوي لحلقة هذا اليوم. كل الشكر لحضرتك أستاذ وليد. أهلا وسهلا بك رفيق أبو شريف، شكرا جزيلا لكم ولكل قناتكم الأحوازية البطلة التي تناضل وتقاتل من أجل إرسال الحقيقة للشارع الأحوازي والشارع العربي إن شاء الله. نحن مستمرين معكم في لقاءاتنا دائما وأبدا إن شاء الله، وقلبا وقالبا الأحواز. كل التحية. شكرا جزيلا. شكرا. في أمان الله.
Salam, hormatly Türkmen doğullar. Bugünkü programmani yenide Gün Azerbaycan Türk doğumluğun Milli Televizyonunun Gunas TV'den sizin baremizde salam demek, barenize can sağlık sormak bilen başlayarız. Bizim her bir programımızda da umumen başlangıcımız bütün dünya Türk'ün haberleri meselesi bilen başlayarız. Nemi çünkü bizler için esasi bolup duran zat, esasi bizim arkamız, esasi bizim toporumuz, toprağımız, kanımız, damarımız, boyumuz, soyumuz Türk'ten geliyor ve Türkçülükten geliyor. Şunun için Mahtumlatamızın aydan sözleri yanık bedasıl götürmez 5 gün mesligi kelpeze yutturmaz aşdarmaslığı yanık koy şi oli beyik Türk'ün küçüğüller tahminen bir aşdarmaslığından çıkıp bir yerde o yerde ne direlmeye göreş ya elbette bir direlişin bir taraftan başlığı 1991 yıl böyle onu bizim yine de 4-5 Cumhuriyetimiz köferli ol bir şarjlar maslığın Türk'ün asırlar boyunca vurulup, yencilip, yaralanıp yatan maslığı elbette onu kelpede de yutup bilmedi. Mahtumlatamızın ayç yanak ve yutup bilmez. Direlip başladı. Bugünkü direlişimizde bugünkü bir gidip duran hareketlerim gün elbette beğendiriyor ve hem de kıynandırıyor. Gelip misal için şahideki April ayındaki bolup duran vaka bizim Azerbaycan devletimizin hareketleri basvalcı Ermenistan devletinin karşısına o yerde yenişleri ve hadir ki onun izinde de gidip duran gep kurulunlar şu vakit mesela için bütün dünya haberleri ve hem Gunas'ın haberleri boyunca Gunas TV'nin haberleri boyunca o yerde de şöyle bir referandum ya da şu milletten bir sorak gurrunu gitmekçi ki olan elbette bu gurunların düğü bir taraftan birden 1994 yıllardan son Kazan'da Tataristan'ın baş şehrinde bolan yığınaklar koyerde Minsk, Topor'da